مقتل تفاحة الفردوس. كيف قتلت تفاحة الفردوس اللي هي فاطمة الزهراء؟ فاطمة الزهراء يا جماعة بيقفوا على المنابر بعض الشيوخ وبيقولوا كلام عليها والله عيب، والله عيب. لما يقف يقول لك انها كانت مش لابسة حجاب وتخبط ورا الباب. مش ممكن تعمل كده فاطمة الزهراء يا جماعة. بس انا بنفسي الجماعة اللي بيطلعوا على المنابر الشيوخ المحترمين على راسي من فوق بس ينتبهوا لكلامهم. وبعدين واحد تاني يقول لك ايه، ان قادوا علي كالجمل المغشوش. اهدى، انا هحكيك دلوقتي مقتل الزهراء باملاء سلمان المحمدي. وبعدين لما يكون اي موضوع في معركة احسن حاجة تاخدها من واحد شاهد المعركة بنفسه، يعني يكون قاعد وحاصل وشايف كل حاجة، ده اللي تاخد منه الكلام الصدق، ما تاخدوش من كلام الكتب. فسلمان المحمدي سلام الله عليه هو اللي ادانا الموضوع صادق. قال لك ايه؟ قال لك كنت انا مع علي، وكان معايا عمار، وكان معايا ابو ذر الغفاري، وكان معايا بعض المؤمنين، ودخلنا في في بيت علي، ودخلنا في غرفة على يمين البيت، يعني في قلب البيت بس على اليمين. باب البيت كان على ناحية الشمال، واحنا قاعدين دق الباب، خبط الباب، وكان واحد ورا الباب بيحكي بصوت عالي وبيشتم وبيسب وبيسب وبيسب. فجاءت الزهراء من ورا الباب وقالت له امير المؤمنين مشغول مع ناس ما يقدرش يقابل حد. فبس سمع الكلمة دي بغضرسة العربي الغبي ركل الباب برجله وهو يزق، والزهراء من بره من جوه تزيح الباب عليه. هو وابو بكر بيدفعوا الباب وهي بتدفع الباب. طبعا قوة 2 رجالة مع واحدة زي العصفورة رقيقة خبطوها، رموها ورا الباب، رموها على الحيط. الباب كان فيه مسمار ومسمار كبير، فمع رميتها على الباب ورفستهم للباب دخل المسمار جوه صدرها. لما دخل جوه صدرها كسر لها ضلع من صدرها، لانها كانت ضعيفة ما كانتش مليانة اللي يلقاها. دخل المسمار جوه صدرها وكسر لها ضلع من ضلوعها. طبعا احنا عارفين دلوقتي بمعلوماتنا دلوقتي ان لما يدخل حديد جوه جسمك بيعمل انفكشن، بيعمل التهاب. فكسر الضلع وعمل لها التهاب جوه. هي في الوقت ده صرخت. بيقول سلمان لما صرخت الزهراء فتح الباب الامام علي على طول وطلع. هم بس شافوا علي فتح الباب هربوا زي الفئران وطلعوا من بره، وكان مولعين نار، قعدوا يمسكوا حجاره ويحدفوا النار من بعيد لبعيد. واحد فيهم قال لهم الزهراء جوه يا جماعه، قالوا له وين؟ وبدوا يحدفوا النار على الباب. فوقف علي عليه السلام، فكر بعقله، قال ايه؟ وقف محتار، قال ايه؟ انا معايا عهد من رسول الله ما ادخلش في حرب مع دول، لان دلوقتي الموقف مش محتاج حرب ابدا، ده عهد بيني وبين رسول الله، واذا انا قمت خبطتهم دلوقتي واتقتلت معهم هضيع مظلوميه الزهراء. فقال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا له تيجي معانا على المسجد. قال لهم امشي قدامي، اوعى تفكر ان حد قدر يلمسه لمسه، اوعى تفكر حد قدر يرفع عينيه فيه. اللي يقول لك مسكوه من ايديه وحملوه، ابدا، ده علي اللي شال باب خيبر اللي بايد واحده، يقدر على الدول ده كلهم بنفخه كان طيارهم. فهو مشي معاهم بعهد من رسول الله، ومشي معاهم ليثبت مظلوميه الزهراء. ولما مشي معاهم رغم انها موجوعه ومكسور ضلعها طلعت لحقته وتقول اتركوا ابن عمي، اتركوا ابن عمي، اتركوا ابن عمي. فهو الإمام علي عارف ان الزهراء بقيمتها العالية السماوية، ان لو حركت بس حجابها حركته هتنتهد السماء على الأرض. فوصلت وقالت والله لأرفع حجابي إن ما تركته ابن عمي. فبدت تحرك بإيدها حركته، ما هي رفعتهوش أبدا، بس بدت تحط إيدها على رأسها. فقال له الحق يا سلمان، لأن بدل المسجد يتهز جدرانه. دي الزهراء يا جماعة، دي تفاحة الفردوس، دي اللي ربنا يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. فهنا اتكلم معاهم ورجعت الزهراء، رجعت على البيت لقت نفسها تعبانة، وقالت لها يا فضة اسنديني فقد والله أسقطوا جنين. فنامت من وقتها الزهراء بعد ما الطفل مات، نامت الالتهاب يشتغل في جسمها، والضلع المكسور في صدرها يوجعها، وفي الوقت نفسه القهرة اللي اتقهرتها على الإمام علي
عرفت انها هتموت، وخصوصا ان الرسول قبل ما يموت قال لها وشوشها في ودنها وقال لها هتلحقيني بعد 6 شهور. بعد 6 شهور بالظبط ماتت الزهراء. رجعت تفاحة الفردوس لمكانها الفوق وتركتهم يموجوا بعضهم في بعض. رجعت تفاحة الفردوس فوق، انكسر المصباح بتاع المشكاة، انكسرت الزجاجة بتاعت المشكاة، ضل المصباح عريان لوحده، وضل قسم إبليس لله سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقعد الصراط المستقيم 30 سنة في البيت. شوفي هم بقى عشان يخبوا اسم أهل البيت ويخبوا اسم علي في القرآن، بدل ما يكتب هي موجودة، هي نزلت لأقعدن، حطوا عليها ضمة لأقعدن، فعشان الناس تقراها ان ابليس بكبره يقعد على الصراط المستقيم، وانت حضرتك يا مسلم بره الصراط المستقيم. شوف الخباثه لفين. غيروا في القران، غيروا في القران الحركات، وغيروا في التاويل وفي المعنى. كل شيء يخص اهل البيت زحوه من القران، وغيروا المعنى عشان تفهموا انت بطريقه تانية. عندك مثلا وبالحق انزلناه وبالحق نزل، يقول لك القرآن بالحق نزل وبالحق أنزلناه. طب هو بيقول لك بالحق أنزلناه وبالحق نزل وقرآنا أنزله لتقرأه على الناس على مكس. طب ما جاب لك القرآن عشان تفهم ان الحق اللي نزل ده مش القرآن، الحق اللي نزل هو علي مع الحق والحق مع علي. لما يجي على موضوع فيه علي يغيروا المعنى عشان خاطر انت تفهم القرآن بطريقة تانية، خبوه. ولذلك احنا عارفين ان القرآن غيروا الكلام اللي فيه، بيقرأ على طريقة حفص، وطريقة حفص مغيرة كل الحركات اللي فيها. ان شاء الله لما يطلع الامام بتاعنا هو اللي هيقول لنا على طريقة قراءة القرآن صح، هو هيقول لنا على المواضيع دي كلها بتمامها ازاي تقرأ. هنشوف لما يطلع الامام ان شاء الله، وان شاء الله بيكون قريب بإذن الله. بنشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.